الكوميونيكيشنز، مهارات التواصل، قبل ما نبدا وندخل في الحته بتاع الكوتشنج، اول حته في الكوتشنج. احنا عموما لما بنيجي نتواصل مع بعض بنتواصل ازاي؟ 3 قنوات للتواصل. اول حاجه كلماتي، الكلام اللي انا بقوله. بعد كده تون صوتي، الصوت بتاعي. تالت حاجه البادي لانجوج بتاعتي، لغه الجسد بتاعتي، طريقه بصتي، ضحكتي، حركه ايديا، حركه جسمي، حركه شفايفي، البادي لانجوج بتاعتي. ال3 حاجات دول احنا بنتواصل من خلالهم، لا اما كلمات، لا اما بادي لانجوج، لا اما صوت. 3 حاجات، مفيش حاجه تانية. احنا ما بنتواصلش غير بال3 حاجات دول. بتواصل بالواتساب كلمات، او ببعت فويس، او بنعمل فيديو بنشوف بعض. اوكي، فال3 حاجات دول، والكلام ده مهم عشان ده هنستخدمه بقى في الكوتشنج. 3 حاجات دول: 1 2 3 الكلمات. رقم 1 الكلمات. الكلمات هي اللي انا بتواصل معاكم من خلالها، يعني انا دلوقتي بتواصل من خلال كلماتي. الكلمات بتأثر على عملية التواصل بنسبة 7%. ايه ده بس بجد؟ ده رقم 1، ده انت لو متكلمتيش مش هنسمعك. ايوه، فرقم 1 الكلمات بتأثر بنسبة 7%. رقم 2 الصوت بيأثر على التواصل بتاعنا بنسبة 47%، سوري 38%، يعني 38%. ايه ده بجد؟ ده الاتنين كده على بعض حوالي 45%. امال ايه اللي بيأثر اكتر؟ لغة الجسد. لغة الجسد هي اكتر حاجة بتأثر على تواصلنا. فلما بتغيب لغة الجسد ما بنفهمش التواصل قوي، ولما بتحضر لغة الجسد بنفهم التواصل احسن. واقول لكم على حاجة كمان، لو انا بكذب بكلماتي وبصوتي ولغة الجسد بتاعتي ما بتكذبش، الشخص اللي قدامي بيفهم لغة الجسد بتاعتي. يعني على سبيل المثال لو قلت لكم انا مبسوطة جدا ان انتوا معايا النهارده، انا صوتي بيقول لي مبسوطه وكلماتي بتقول مبسوطه، لكن انت ما صدقتش ان انا مبسوطه لان وشي ما بيقولش ان انا مبسوطه، ولا ايديا بتقول انا مبسوطه، ولا جسمي بيقول انا مبسوطه. لغه الجسد ما بتكذبش. احنا اوقات بنتعلم ازاي نتحكم في لغه جسدنا، ولكن ده قليل من الناس بتتعلم الكلام ده، ولكن معظم الناس لغه الجسد بتفضحهم، حركات العينين بتفضحهم. يعني يمكن في كورس البرمجه بندرس الحركات العينين، لما الشخص عينيه بتروح يمين بيفكر ازاي، لما بتروح شمال بيفكر ازاي، فوق بتفكر ازاي، تحت بتفكر ازاي، فين بيكذب، لما بيقول ايه بنفهم ان هو بيكذب، لما بيعمل كذا وكذا وكذا، بعد الحركات البسيطه. فاحنا عموما بنتواصل بال3 حاجات دول: الكلمات والصوت ولغه الجسد. فدايما خليك عارف ان الكلمات تاثيرها قليل في التواصل. يعني قليل، يعني ما اتكلمش، لا اتكلم، ولكن دايما دعمها بحاجه، دعمها بلغه جسد، دعمها بصوت، عشان ما تتفهمش غلط. كم مره بعت مسج على الواتساب لحد وفهمها غلط، مسج مكتوبه، لان هو ما كانش واخد باله ان انت بتقولها وانت بتضحك، او فاهمين قصدي؟ فعشان كده عملوا الايموجي اللي هي الوش اللي بيضحك، الوش المكشر، فلما تبعت لحد وتبعت له وش بيضحك فهو يفهم ان انت بتضحك.